أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظي 776 إلى 868 ميلادي، هو أديب وفيلسوف عربي شهير من العصور الإسلامية المبكرة. ولد في مدينة بصرى في العراق الحالي وعاش في فترة الدولة العباسية. يعتبر الجاحظ من أعلام الأدب العربي وعلم البلاغة. تألق الجاحظ في مجالات متعددة من الأدب والمعرفة، بما في ذلك الشعر والنثر والفلسفة وعلم اللغة وعلم الأنساب. قدم العديد من المؤلفات في هذه المجالات، وأشتهر بأسلوبه اللامع وقدرته على التلاعب باللغة وإتقانها. من أبرز أعمال الجاحظ كتاب الحيوان، وهو مجموعة من المقالات التي تتناول المشاهد الطبيعية والحيوانات بأسلوب ساخر وممتع. كما كتب أيضا كتابا عن الأنساب يعرف البيان والتبيين في المعرفة بالأنساب والنسب، وهو مرجع هام في دراسة النسب والأنساب في العصور القديمة. يعتبر الجاحظ أيضا من الفلاسفة العرب، وقد اهتم بالفلسفة والمنطق والأخلاق. كان له نظرات فلسفية عميقة حول الحياة والعقل والمجتمع. بفضل إسهاماته الكبيرة في الأدب والفلسفة، يعتبر الجاحظ واحدا من أبرز الشخصيات الأدبية في التراث العربي، وعرف بذكائه وحسه الفكاهي وقدرته على التلاعب باللغة. أليكم 8 أقوال مأثورة من الجاحظ. 1. العقل سيد النفس، والشهوة عبدها. 2. لا يعيش الإنسان إلا ب3: عقله ودينه ولسانه. 3. إن الشهوة مثل النار، إذا تغلب عليها اشتعلت، وإذا قهرتها انطفأت. 4. الصمت حكمة، والكلام فن. 5. الحكمة أرفع الغنى، والجهل أدنى الفقر. 6. التواضع أساس العزة، والكبرياء باب الهوان. 7. لا تحكم على الناس بمظاهرهم، فربما يكون القلب مظلما والوجه مشرقا. 8. العمر الطويل ليس بالكثرة من الأيام، بل بكثرة الأعمال الصالحة. هذه الأقوال تعكس حكمة وفلسفة الجاحظ، وتسلط الضوء على قضايا العقل والأخلاق والسلوك البشري. نأمل أن تكون مفيدة لك وتلقى إلهاما لتطوير نفسك وحياتك. أشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ومشاهدتكم الدائمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.